تخيل تصحى من النوم تلاقيك في مركبة فضائية، الشمس The بتضعف sun والأرض is في dying. خطر وانت مش فاكر ايه اللي جابك Everything هنا. on this. وده حرفيا اللي هيحصل في فيلم بروجكت هيل ماري، الفيلم اللي هيتم عرضه في مارس 2026. الفيلم بطولة ريان جوسلينج اللي بيقوم بدور أستاذ علوم، مش رائد فضاء خالص، ولكن الدكتوراه بتاعته تخليه الخيار الوحيد لناسا. ساندرا هيلر القائدة اللي بتقوم بدور جذب جريس رغم انه كان رافض الموضوع نهائيا. القصة بتتكلم عن ان الشمس بتخسر طاقتها بسبب كائنات دقيقة هي بتتغذى على طاقة النجوم اسمها أستروفيج. مهمة إنقاذ الأرض بتقع على رايان جوسلينج اللي بيقوم بدور رايلاند جريس. جريس بيسافر مسافة 11.9 سنة ضوئية عشان يوصل للنجم. بعدين بنشوف مشهد إن جريس بيصحى مع فقدان الذاكرة على المركبة الفضائية وبداية مرحلة علمية وحل لغز نجاة الأرض. بعدين بنشوف أول اتصال مع كائن فضائي اسمه روكي وبيعلمه لغة بيانية رياضية مذهلة، وبيتعاونوا سوا علشان مهمة إنقاذ الشمس. الكائنات الدقيقة اللي على الشمس دي اسمها أستروفاج، وده كائن دقيق يستطيع الحياة على الشمس رغم الظروف الصعبة، ولكن هو بالفعل يمثل تهديد قاتل وتهديد وجودي لوجودنا The وجود sun الشمس. is dying. بروجكت هيل ماري مش بس فيلم خيال علمي، دي قصة بقاء علمي، تعاون مع فضائيين. اكتب لي في الكومنت لو كنت مكان جريس كنت هتثق في كائن فضائي ولا لأ، وهل تعتقد إننا هننجو؟ لو الفيديو عجبك دوس لايك واشتراك واستناني في الفيديو الجاي، هنتكلم عن الأسرار العلمية اللي موجودة في الفيلم ده. سلام.